محمد يرى أن العلاقات الإنسانية هي مفتاح السعادة لكل إنسان. إذا أردت أن تعيش سعيدا ابن علاقات إنسانية طيبة، والعلاقات الإنسانية الطيبة لا تبنى بالأماني، تبنى بالتنازل، بالتسامح، بالتقرب من الآخرين، بخدمتهم قدر المستطاع. وهذا كان ديدن أبو أحمد رحمة الله عليه. هو طبعا توفى عام 2013، كان في جلسة السبتية العادية. صلى العشاء، سوء الحظ أنا كنت مسافر، ما كنت في الرياض، كنت في رحلة لحائل مع بعض زملاء، وكنت راجع في الطريق. الساعة 5 متصل بي: عبد الله أنا أخوك رجعت؟ قلت لا يا أخوي، كما أنت جالس جاي الجلسة السبتية؟ قلت والله ما أدري، أحاول، أنا لسه الآن توي في المجمع، يعني يبغالي ساعة ونص إلى ساعتين. وصلت هنا طبعا بعد صلاة العشاء، يعني أنا أحس بالأسى إني ما شفته، يعني مدة 5 أيام تقريبا. جيت لبيتي متعب، طبعا الطريق طويل، كنت أنا اللي أخذ السيارة، فجيت وغيرت ملابسي وجلست في الصالة. يبدو أنه حوالي 9 إلى 10 جت الجلطة وودوه. جت لي زوجتي قالت: عبد الله أخوك يبدو أنه تعبان. وش اللي فيه؟ قال: ما أدري، يقولون رجله وجه. قلت يمكن مع المشي ومع يمكن السباحة جت رجله. يعني أنا إنسان مؤمن بقضاء الله وقدره، والموت حق، لكن ما خطرت في بالي إن أخوي توفى. مكلمني الساعة 5، ويوم يجي قالوا الجلسة المستمر فيها بعد يمكن 10 دقائق قالت: عبد الله أخوك ودوه المستشفى. قلت نعم؟ قالت ودوه المستشفى، خلنا نروح. هي دارية لأن بنتي طبيبة وزموا عليها عيال عمها، فراحت وعرفت إنه توفى. أنا ما كنت يعني ما قالوا لي. لما قالوا راح المستشفى ركبت السيارة، بروح أخوي محمد ما في الوجود أغلى منه. لما نزلت من السيارة السائق كان ماخذ، قابلني ابن أحمد، كان موقف صعب. الله أجرك يضاف يا عم محمد. طبعا أنا خلاص مع اليوم يعني الله يرحمه ويغفر له، ما شفت أنا ولا شيء. قعدت في المستشفى الساعة 12 لأني يعني ضغط يعني تعرف موقف ما هو سهل. ونزلت والله يعلم الله أعاني كل ما ذكرت محمد وذكرت المواقف معه. رغم كما أشرت أنا إنسان مؤمن وأعرف أن الموت حق وكلنا إحنا بنموت، لكن محمد في حياتي شيء ثاني، شيء ثاني. الله يرحمه. خلاص. الله يرحمه رحمة الله عليه. ولكن العزاء ولله الحمد أن أبنائه ماشيين على سيرته ويعملون كل ما كان حريصا على عمله، سواء في علاقاتهم الاجتماعية، في نشاطهم الآن لازالوا مهتمين بقضايا التربية والتعليم، في تواصلهم وفائهم وصلة الرحم معي ومع أخوي ومع كل الناس. هذا شيء نتج من تربية محمد وزوجته بارك الله فيها. الشيء الآخر ولله الحمد، ذكر محمد في أي مجلس شيء كل يذكره بالخير، حتى من كان يوم من الأيام ضده. وأذكر من المواقف اللي ذكرها لي بعد ما ترك الوزارة، كان رحمة الله عليه يروح كل أول رمضان أول أسبوع في مكة ويصوم هناك. ناس جو وهو جالس في الحرم وقبلوا الرأس وقالوا نرجوك تعفو عنا، كنا من الناس اللي نسبك. كانوا يعني رجعوا إلى رشدهم. رجل يعني صدق مع الله، فالله أحبه وأحبه خلقه. من الصفر، السبت
الثامنة بتوقيت السعودية على MBC 1.